السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة مطبخ جانا. اليوم رايحين نديرو تطبيق لاباط فيتي اللي خدمناها البارح. درناها بلي كورني، ان شاء الله يعجبوكم. رايحين نحلو لاباط، جزء منها فقط نحلوها بسمك 4 ملم. حلها على شكل مربع. نقطع لاباط الى شرائح. هذوك الشرائح راح نكسلهم شويه ونبدا نروليهم في المول نتاع الكورني العادي تاع الحديد. هكذا بالعقل، ونحاول ما نخليش فراغات. في الاخر نضغط قليلا فقط ريحه تتسكر. نديرو حبه اخرى. ملاحظه فقط لاباط فيتي نقطعوها بالموس الاحرش ماشي الموس الاملس، معناتها الاسنان تاعو حرشه. علاش؟ باش هذاك فيتاج يبان ويتورق. هكذا رايحه ندهن لي كورني تاوعي بحبه بيض، زدت لها شويه ما فقط، وندير لهم شويه جلجلان من الفوق. ندخلهم للفرن على درجه حراره 200 درجه، ونخليهم حتى ياخذوا اللون الذهبي. من جهه رايحه نوجد صلصه الجبن. رايحه ندير ملعقه زبده، نديرلها كاس حليب وملعقه كبيره فرينه وشويه ملح. نخليهم على نار هاديه حتى يختار الخليط. كما راكم تشوفوا في الاخير راح نضيف لها الجبن الابيض. درت انا شاف. ونخلطه مليح مع الخليط حتى يولي الخليط املس. كما راكم تشوفوا راح نوجد لافاخس. ندير الزيت مع البصل يتقلى. بعد ما يتقلى لي رايحه ندير له الدجاج مرحي. نحاول ندخل الدجاج في البصل. نضيف لهم الثوم، الملح وفلفل اسود. خلطهم مع بعض. نعقب عليهم في الربو باش الدجاج تاعي يتسرحى لي مليح. راح ندير لهم ملعقه هريسه اختياريه، كاين اللي ما يحبهاش. ندير لهم طماطم حب وخليهم يتقلاو. بعد ما يتقلاو لي مليح راح نضيف لهم الحشاوش وندير لهم صلصه الجبن اللي حضرتها من قبل. خلطهم مع بعض وهكذا لافاخس تكون جاهزه باش نحشي بها الحبيبات تاوعي. رايحه نحشي لي كورني ونحطهم في فخوماج غابي. هذو لي كورني بعد ما وجدوا ان شاء الله يعجبوكم. مقابله رائعه لرمضان او لغير رمضان. راح نقسم لكم حبه لداخل تشوفوا لاباط فيتي كيفاش تجي مورقه وخفيفه. راكم تشوفوا. تابعونا لمزيد من الوصفات الرمضانيه المتميزه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.